هو الاسد ايفونا بتاع الاهلي فين دلوقتي؟ في سنه 2015 الاهلي تعاقد مع اللاعب الجابوني وهداف الوداد الرياضي المغربي مالك ايفونا بعد الصفقه دخل فيها الزمالك وكان فيها مزايده كبيره جدا، ولكن في النهايه اللاعب اختار النادي الاهلي. بعد انضمامه تالق جدا، 35 مباراه سجل 15 هدف وصنع 6 اهداف، وطبعا كلنا فاكرين الهدف الشهير اللي سجله في الزمالك في وسط ثلاثة في وسط ثلاثة في وسط ثلاثة. يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا نهار أبيض يا مالك. بعد التألق اللي قدمه مع الاهلي جاله عروض كتير جدا، وفعلا انتقل لنادي تايجر الصيني بقيمه 7 مليون يورو علشان يكون اغلى لاعب تم بيعه في تاريخ النادي الاهلي. لعب 10 مباريات مع الفريق ده، سجل 3 اهداف ورحل بعد كده. بعدها دخل في دوامه كبيره جدا من الفشل في اكتر من نادي، كونياسبور التركي وسانتا كلار وناسيونال ماديرا البرتغالي والصفاقسي، وبعد كده رجع الدوري المصري مره ثانيه عن طريق نادي اسوان. كلنا فاكرين طبعا بدأ بدايه ممتازه والكل كان بيشيد بيه، ولكن 6 مباريات فقط سجل هدفين ورحل عن اسوان علشان بعدها ياخدها من قصرها ويرجع الدوري الجابوني عن طريق نادي لامبارين، وده كان بيلعب معاه الموسم اللي فات، وحاليا متواجد مع نادي اسمه منغاسبور وموجود مع النادي في الوقت الحالي. ودي كانت قصه مالك ايفونا. قول لي الحلقه اللي جايه نتكلم عن مين من سلسله حلقات هو فين دلوقتي؟